هناكل النهاردة أحلى شيش تاووك، سهلة وسريعة ومفيش أبسط من كده. هنعمل شيش تاووك مع بعض بطريقة سهلة وسريعة. معانا هنا توابل فراخ، معانا هنا بصل بودرة، معانا ملح، معانا بابريكا، معانا هنا فلفل أسود، معانا زعتر، معانا نعناع ناشف مطحون، معانا هنا زبادي هناخد منه 3 معالق، واللي ما عندوش زبادي ممكن يحط مثلا نص كوباية لبن على معلقتين خل، هتدينا برضو هي نفس النتيجة بالظبط. معانا هنا برضو نحط معلقتين مستردة، ونحط التوابل على بعضها كده، ونحط هنا شوية زيت، ممكن زيت زيتون اللي عنده زيت زيتون، انا ما عنديش زيت زيتون فالزيت العادي يحل محل زيت الزيتون. معانا برضو هنا 3 معالق خل، معانا عصير ليمونة علشان زفارة الفراخ. هنمزج كل المقادير دي مع بعضها، تتبيلة سهلة وبسيطة. ومعانا طبعا توم مفروم، هو البطل برضو بتاع التتبيلة. معانا هنا معلقة كبيرة من التوم المفروم، نقلب كل المقادير مع بعضها بس كده. ومعانا هنا كيلو من الشيش متقطع مكعبات، نضيفها هنا، وطبعا المغسول ومتنضف ومنقوع بالملح والليمون نحطه هنا كده على التتبيلة. ونحط التتبيلة نص ساعة في التلاجة، ده اقل وقت ممكن نحطه قبل ما نسويها. لو من قبلها بيوم يكون افضل، ممكن نتبل التتبيلة دي ونفرزها في الفريزر وقت ما نيجي نستخدمها. ممكن تقعد في قبلها في التلاجة في يوم، بس اقل وقت قبل التسوية على الاقل نص ساعة بس. وهنسويها مع بعض. هنا الفراخ اللي اتبلت بتاعتنا هننزل بيها، اللي هي الشيش هننزل بيها كده. انا بحب الطاسه تبقى حاميه قوي علشان الفراخ تحتفظ بالعصاره بتاعتها، وهنسيبها لما تحمر من تحت عشان ما تنزلش ميه، مش هنقلبها دلوقتي. نشيل بقى الطاسه كده. خلاص الشيش احنا شوحناه، خد لون ولسعه كده من الطاسه تمام. الحكايه كلها ما بتستغرقش اكتر من دقايق علشان نضمن السوى الكامل بتاعه. بنحط له ربع فنجان ميه صغير كده بس كده، ياخد اللسعه اللي في الطاسه والطعم بتاعها. ونعلي عليه النار علشان هو يستوي بسرعه وما ينزلش الميه بتاعته وينشف. ببصل مقطعينه 4/4 يكون تخين كده علشان البصل يبقى فيه قرشه ما يستويش سوا كامل. ويفضل يعني بصل ابيض مش البصل البلدي، عشان البصل البلدي دايما بيغير. والفلفل الالوان اللي عندنا ونحطه. هو كده خلاص خلص. بنغطيه بقى لان عشان الخضار بتاعنا ما يتجليش. هو على البخار بتاع الشيش اللي طالع ده البصل والفلفل بيكمل السوا بتاعه. وكده خلاص خلص الشيش بتاعنا، وبالهنا والشفا.